يا مساء الكنافة والحلويات الخطيرة، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ بصوا بقى، دي قبات الكنافة الكل اللي بعتلي عليها. ممكن تتعمل بأفكار كتيرة جدا، وفي نفس الوقت سهلة جدا، نسبة فشلها 0%. ممكن كمان تعملي منها كميات كبيرة بمنتهى السهولة، مش هتاخد منك وقت خالص. وكمان ممكن تقدميها كده وتعمليها لضيوفك للعزايم. وممكن كمان تحطيها في علبة تورتة وتاخديها معاكي هدية. لأي حد تبقي رايحة تفطري معاه، يعني هدية تبقى حلوة جدا وقيمة جدا، وفي نفس الوقت طعمها يبقى حلو جدا جدا جدا. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، ونبدأ الفيديو. واللي أول مرة يشوفني، أنا مها، ودي قناتي ماهي سويت. أو لو بتشوفني على الفيسبوك، فدي البيج بتاعتي برضو ماهي سويت. أتمنى لو الفيديو عجبك اعمل لايك وشير لأصحابك، ويلا بينا نبدأ الفيديو ونقول بسم الله. اول حاجة انا عندي هنا 350 جرام كنافة متحمرة. بحمرها مع تلت كوباية سمنة بلدي. بصوا، هو ده شكلها كده بالظبط. لما بجيبها الكنافة بفرزها في الفريزر ليلة كاملة عشان اقدر افتفتها كده واحمرها، او بحطها بقطعها بالمقص بتاعي عادي. والتحمير بتاعها يا اما على النار في اي طاسة تكون عميقة شوية، يا اما بحطها في صاج وادعك فيها السمنة كويس جدا، ومعلقة سكر بودر، واحطها في الفرن وابدأ كل شوية اقلبها. الكريمة اللي معايا دي عبارة عن كريم شانتيه، بس انا ضايفاله كمان معلقتين كاستر. الكاستر بيدي قوام وبيدي طعم تحفة جدا للكريم شانتيه. هبدأ احط كده في الكبات اللي عندي طبقة كريمة الاول، عشان لما احط عليها طبقة الكنافة تمسكها. انا مش حاطة سيرب خالص في الكنافة، انا كل اللي حطيته معلقة سكر بودرة وانا بحمر الكنافة. هبدأ احط بقى الطبقات او اللايرز بتاعتي. حطيت اول طبقة، طبقة الكريمة. حطيت عليها طبقة الكنافة. وهبدأ اكون محضرة معايا صوصات. اي صوصات بقى انت بتحبيها، جناش ابيض، جناش شوكولات دارك، زبدة لوتس، كراميل، بيض حليب، بيستاشيو، اي صوصات انت بتحبيها، صوص فراولة، صوص مانجا. وهنبدأ نرص الطبقات كده زي ما احنا شايفين. الكريمة دي كانت عبارة عن نص كوباية كريم شانتيه، ومعلقتين لبن بودر، ومعلقتين كريمة لباني، ومعلقة يعني ونص كوباية كاستر معمول كده. كنت عاملة نص كوباية الكاستر دي، كوباية لبن على النار، ومعلقة كاستر ومعلقة سكر، وقلبتهم كويس، سبتهم لما يتخنوا. خدت نص الكوباية دي وحطيتها على كريم شانتيه بعد ما بردت. طبعا ما ينفعش احطه سخن، هيسيح الكريمة خالص. بس وابدأ بقى ايه، ارص الطبقات كده زي ما احنا شايفين. ممكن بقى في النص بعد ما نحط الكريمة كده تحطي من الصوصات اللي انت هتستعمليها من فوق، او تحطي قطع فاكهة صغيرة من اللي انت برضه هتستعمليها في التوبنج بتاعك. بس انا فضلت ان هي تبقى كريمة وكنافة، والكريمة دي غنية جدا جدا. يعني لو عملتيها زي ما انا قلت لك كده، مش هتحتاجي تضيفي لها اي اضافات تانية. بجد حلوة قوي، عاملة زي ما يكون فيها لبن مكثف، فيها كريمة خفق. يعني طعمها حلو قوي وغنية جدا، وهتعجبك وهتعتمديها في كل الحلويات الشرقية عموما يعني. بس كده هنبدأ بقى السطح بتاع الكنافة. ممكن طبعا نعملها في صينية واحدة ونقسمها كده قطع. وممكن نعملها زي ما انت شفتوا هنا في كبات. واللي منكم شاف الحلقة بتاعتي اللي كنت عاملاها، كنت عاملة الحلقة كنافة فور سيزون. كان بيبقى طبق كده بجيبه من عند مستلزمات الحلويات، مستلزمات الحلواني يعني. كان بيبيع اطباق كده اسمها فور سيزون، بتبقى متقسمة اربع خانات، يعني بتحطي بقى فيهم اللي انت عايزاه، التزيين اللي انت عايزاه. بس دي بقى معايا اللي هي شوكولاته بيضه سبريد بديل للنوتيلا طبعا. وده زبده لوتس. همشي بقى ابص خطوط كده رفيعه خالص، وبأي خلة أسنان أو شيش طاووق، الخلة بتاعت شيش طاووق. هبدأ أطلع وأنزل كده أعمل المنظر الحلو ده. دي هحط برضو كده، هحط زبدة اللوتس كلها. زبدة اللوتس أنا ببقى واخدة معلقتين مثلا أو معلقة كبيرة على حسب الكمية اللي أنا محتاجاها، وبحط عليها معلقة زيت، وابدأ اقلبهم كويس جدا لغاية ما يدوب او يفك كريمة الزبدة. دي برضو اللي هي النوتيلا البيضة او جناش الشوكولاتة البيضة. برضو عملت نفس الموضوع، خدت معلقتين كبار، حطيت عليهم معلقة زيت، وبدأت اقلبهم كويس لغاية ما فكت كده وبقت سهلة الفرد معايا.
بس زيني بقى زي ما انت عايزه، براحتك خالص براحتك خالص. ده الكراميل بتاع المتحده، انا جايبه الكراميل المتحده، ممكن طبعا يتعمل بمنتهى السهوله في البيت، وانا هنا عاملاه عندي في القناه. هتلاقي الفيديو بتاعه. صوصات، صوص الكراميل وصوص الفراوله كنت عاملاهم عندي هنا في القناه. هبدأ بقى احط كده طبقة صوص كراميل على الوش. اي بقى سبرينجلز، اي مثلا الكريز الاحمر او التوت الكاندي ده، اي حاجة هتحطيها من فوق. بصي هتنقل الكبات في حتة تانية خالص. طيب احنا لو ما عندناش كنافة، ممكن نستبدل الكنافة هنا بايه؟ ممكن نستبدلها بسكوت. بسكوت ونطحنه في الكبة، نطحنه طحن جامد يبقى باودر يعني، ونبدأ نحط عليه معلقة زبدة او معلقة دانيت، يعني شوية كده، معلقة صغيرة، احنا مش عايزينه برضو عجينة يعني، انا عايزاه يبقى مفرول كده بس يبقى مندي. وهبدأ احطه زي الكنافة، بديل الكنافة بالظبط. بس طبعا احنا في رمضان، فرمضان بيحب الكنافة والكنافة بتحب رمضان. فهيبقى احسن ان احنا نستعمل الكنافة، طعمها بيبقى حلو جدا، بتفضل مقرمشة طول الوقت، بتاخدي بقى الطبقات كده يعني، تلاقي طبقة الكريمة مع طبقة الكنافة مع طبقة الصوص من فوق، طعمها بيبقى خيال خيال خيال. كتير كانوا بيشتكوا ان الكنافة بتاعتهم ممكن تنشف منهم، او ما يعرفوش يقلبوا الصينية، او تبقى من تحت محروقة كده شوية. الطريقة دي هتضمن لك ان الكنافة بتاعتك هتطلع بجد احلى من كنافة الحلواني. دي بتاعت النوتيلا البيضة، حطيت عليها من فوق كده جوز هند خشن. وهحط بقى واحدة كريس كده تفتح اللون. وبس، بدأت امشي بقى كده زجزاج عليه بصوصات مختلفة يعني، سبرينجلز رشيته كده على الوش. حطيت واحدة سبرينجلز كبيرة اللي هي مالدايزر دي، حطيتها كده في النص. بس يعني براحتك بقى، انت هتقعدي بقى تفنني وتبدعي، وربنا يحسن ما بين ايديكم يا رب وتطلعوا احلى منهم بكتير. حطيت في دي واحدة توت كاندي احمر، وحطيت سبرينجلز، وهبدأ بقى ارصهم في صينية التقديم. آه بس كده حطيتهم في صينية التقديم، وهبدأ اقدمهم. وزي ما قلت لكم، لو هتاخدوهم هدية لحد، هتحطوهم في اي الكبات دي اصلا لما بتتباع ليها غطيان. هتغطوا بيها، هتغطوا الغطيان دي، هتغطوا الكبات بالغطيان دي، وهتحطوها في علبة تورتة. وبتبقى سهلة جدا، ما بتجرالهاش اي حاجة يعني، بتتنقل عادي جدا، مفيش اي حاجة. بس بصوا انا بوريكم هنا الصوصات مع بعض، يعني بجد حاجة كده خطيرة. جوز الهند مع النوتيلا البيضة كان عامل طعم يا جماعة بجد والله رهيب رهيب رهيب. جربوا كده الوصفة دي وجربوا التزيين ده. يلا بقى نشوف الطبقات من جوه تبقى عاملة ازاي. بصوا المنظر بجد بجد تحفة، حاجة كده من ورا الخيال. هتعجبكم قوي، جربوها يا ريت بقى. اللي عجبه الفيديو يدوس لايك وكومنت حلو وشير لاصحابك، واشوفكم فيديو جديد قريب ان شاء الله. باي باي.